أهلا بيكم في حلقة جديدة من فزلكة. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن صناعة المجنون وإزاي ممكن نأذي ولادنا من غير ما نحس. النهاردة وأنا لسه طالعة من كورس التربية الإيجابية اكتشفت سر خطير. إحنا ليه بنتحرق؟ ليه بنحس إننا بنلف في ساقية ومش بننجز؟ السر ببساطة هو إننا خلطنا بين وظيفة الدادة ووظيفة الأم. النهاردة هنفك التشابك ده وهعرفك الفرق اللي هيحمي أعصابك. قبل ما نتكلم عن الولاد لازم نتكلم عنك انتي. فاكرة لما بتركبي الطيارة ويقولولك البسي ماسك الأكسجين لنفسك الأول وبعدين اللي جنبك؟ التربية كده بالظبط. لو بطاريتك فاضية زي ما انتوا شايفين في الصورة مش هتعرفي تدي نور لحد. الرعاية الذاتية مش رفاهية ولا هي أنانية. إنك تشربي قهوتك سخنة أو تخصصي وقت لهواية بتحبيها ده اللي بيخليكي إنسانة قادرة تربي، مش مجرد مكنة بتنفذ طلبات. بص معايا كده، الرعاية هي إنك تأكلي، تشربي، تغسلي، تذاكري. دي مهام لوجستية عادية ممكن أي حد يعملها مكانك. لكن التربية هي بناء بني آدم، هي العلاقة قبل الطاعة، هي إنك تربطي بين القواعد والضوابط والحنية، وإنك تفهمي ذكاءات ابنك إيه وتديله دعم معنوي، وتفهمي هو بيعيط ليه مش تسكتيه وخلاص. لو يومك كله ضعف الرعاية يبقى انت كده بتعملي دور الدادة بامتياز، بس دور الأم لسه مستنيكي. وعشان التربية دي شركة لازم نفكر إن اختيار الشريك هو حجر الأساس. زي التروس اللي في الصورة، لو التروس دي مش ماشية مع بعضها المكنة هتعطل. بس الأهم من ده كله إنك توقفي جلد الذات. بصي لعلامة ستوب اللي في الصورة، مفيش أم مثالية، والبيت اللي فيه كركبة هو بيت فيه حياة. انت أم عظيمة بكل واقعيتك، مش بشطارتك في تلميع المواعين. الخلاصة يا فزلكة، هدي اللعب على نفسك شوية في الرعاية وزودي الجرعة في التواصل والتربية. لو الحلقة دي لمستك ابعتيها لصاحبتك اللي طحنة نفسها في الغسيل والمكوى وقولي لها انت أم مش دادة. وما تنسوش تشتركوا في القناة، ولو انتم من 1% اللي بيفهموا بجد قولولي في الكومنتات ايه اكتر حاجة بتسحب طاقتك في يومك. سلام.